حرامي. حرامي مين يا ابني؟ انا محمد. محمد؟ وفي عاصفه ترابيه بره ولا ايه؟ لا النادي كان زحمه، ما لحقتش اخد شاور بعد التمرين. يا ابني هي كره القدم اثرت معاك في حاجه؟ يا ابني انا بطل اولمبي، بكره صوري تملى المواقع كده وكاس نيوز وكام راعي حواليا كده. ايه طب على الاقل خف دي يعني عشان صحتك. لا ده تباشير طبي، لازم البطل الاولمبي يخش على الثقل كده كله تباشير عشان الثقل يخاف منه. بوحه صباح داخل على السكر. وهصبح يا ابني البطل الاولمبي ده عصبه التباشير. عصب السادس عشر. وحشه صح؟ انت بتخف بقى، تعالى لي حلال الله اكبر. اهلا بيكم في حلقه جديده من لو ما تعرفش هو اسم البرنامج كده على كاس نيوز. في عام 2020 سايمون بايلس اشهر لاعب الجمباز عبر التاريخ، تقدر تقول ميسي الجمباز كده، دخلت على البساط بتاع الجمباز تتمخطر كده وشايله طبق في ايديها في نهائي اولمبياد بكين للسيدات عشان تهدي زميلتها طبق تباشير رياضي، كانها ماسكه في ايديها طبق كحك في وقفه العيد. وهنا هتقولي نفسك بدل ما تهديها سلسله ما شاء الله ولا حاجه، لا ما شاء الله دي تهديها لخطيبتك ان شاء الله يوم ما تخطب. لا يعرف قدر التباشير الرياضي سوى الابطال الاولمبيين. بقول حكم على فكره. باشا دي زميلتها وبتلعب نهائي وفي الصين، وما ادراك العلاقه بين امريكا والصين. مش يمكن الصينيين يكونوا مسقسقين التباشير ميه ولا حاجه، اللاعيبه تتزفلط فالذهب يضيع فالترتيب يضيع. لسه مش مقتنع باهميه التباشير؟ انا وراك. في عام 2015 لو انت كنت في زياره لالمانيا وخارج من محطه المترو كده يا باشا، هتلاقي في مظاهره التباشير الرياضي. ايوه زي ما بقول لك كده. ميونخ قدمت على استضافه دوره الالعاب الاولمبيه اللي استضافتها باريس الاخيره 2024، الا ان البلد رفضت وعملوا مظاهرات يا باشا بالتباشير الرياضي في رمز الى الالعاب الاولمبيه، وكانت عباره موحده كده: يذهب التباشير ويبقى الديون. طبعا سبت التباشير وركزت في الديون. مادي جدا انت على فكره. سمعتك اللي بتزعق وبتقول قول لنا اهميه التباشير يا عم وخلصنا. التباشير الرياضي يمنع البطل الاولمبي من التعرج في اليدين ويساعده على رفع الثقل. كويس كده؟ بس انا عايزك تقعد معايا شويه. وهنا هتسال سؤال تاني، هتقول هو ليه البطل يعني ما يرفعش بقفازات ونخلص من القصه ديت؟ انت عايز تريح دماغك صح؟ قانون يمنع اللاعب ان يكون هناك حائل بين ايده والبار والحصان. لا مش الحصان ده. انا عارف ان في ناس كتير كانت حاطه في دماغها ان ده دقيق، الا ان ده يا باشا حجر جيري. هو صحيح ذات ملمس ناعم الا ان هو مسامي شويه عن الدقيق، فهو عباره عن شظايا صغيره كده من اصداف الكالسيت CaCO3 للناس بتوع الكيمياء. وده يا باشا طارد للماء. عرفت بقى ليه الايدين ما بتتعرقش؟ الا ان التباشير الرياضي حاليا بيتم تصنيعه من كربونات المغنيسيوم. يا بتاع الكيمياء متركب. بدأ التباشير يا باشا عام 1954، يعني الاولمبياد قبل 54 ما كانش في حاجه اسمها تباشير رياضي. والموضوع بدأ بالصدفه عن طريق لاعب الجمباز ولاعب التسلق جون جيل، ده ابو التباشير. كانت هوايته ان هو يزوغ من الجامعه ويطلع يتسلق الجبال المجاوره للجامعه. كان في جبل جنب الجامعه كده اسمه ستون ماونتن، فالجبل ده كان عليه شويه ترسيبات جيريه عشان هوب من هنا يكتشف قصه ان هو بيساعده على تسلق الجبال. وهنا بقى يا باشا بدأ يتدرب هو واصحابه بالتباشير. الا ان زيها زي اي فكره جديده هتلاقي لها معارضين يا باشا، مدافعين عن حقوق الصخور. قال لك انتوا غيرتوا شكل الصخره وانتوا عمالين تتسلقوا الجبال كده، بقى كلها لونها ابيض فابيض وراح شكل الصخره الجميل. لحد ما بدأوا يفكروا ويتعاونوا مع بعض وطلعوا التباشير الالوان. سيبك بقى مع حقوقيين الزلط والطوب دول يا باشا، عشان عام 1960 يظهر اول استخدام للتباشير في الاولمبياد، ويبقى بقى صالات رفع الاثقال والجمباز زي كده.